السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعاده دايما يا رب. النهارده بقى انا كنت قاعده سقعانه والبرد، انتوا عارفين البرد والشتاء، قلت اقوم اعمل حبه قرص بالسكر كده والقرفه. قلت تحضروها معايا ان شاء الله. دي القرص اهي جميله اهي، طريه وحلاوه بعد كده مفيش، والحشوه بتاعتها روعه 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 اهيت. شفتوا لونها؟ تحفه 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 والله روعه. العيال قالوا عملنا منها كل يوم يا ماما، جميلة. يلا بينا نخش على الطريقة. ان شاء الله معايا 5 كوبايات دقيق منخول طبعا، متعدد الاستخدامات. هنحط عليه معلقة سكر، والسكر حسب الرغبة، يعني عايزة تحطي معلقتين حطي معلقتين. انا حطيت معلقة، معلقة وربع كده، وحطيت معلقة ونص خميرة فورية. هو المفروض ان انت تختبري الخميرة، بس انا عارفة ان الخميرة بتاعتي الحمد لله يعني حلوة، فحطيت منها على طول. معايا معلقتين لبن بودر، برضو اللبن البودر اختياري، حابة تحطي حبة مش حابة براحتك، بس صراحة هو بيخلي العجينة طرية وهشة معاكي. معايا معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب المكونات دي كلها مع بعضيها، عندها تقليبة حلوة كده. وهنحط ذرة ملح طبعا، ما ننساش الملح لازم في كل عجين، لازم ذرة الملح دي، ذرة صغيرة جدا. ونقلب الدقيق كويس، نقلب المواد الجافة دي كلها مع بعضها كويس. وبعد كده هنزل بكوباية ونص لبن دافي، كوباية ونص لبن دافي، ومع الزيادة او النقص، يعني مش هنحطه كله مرة واحدة، عشان خاطر في دقيق بيحتاج لبن كتير وفي دقيق لا. وممكن نبدل اللبن بمية، لو مش عندنا مثلا لبن هحط مية زبادي، بس انا برجعها بالحليب يعني. وهتحط 4 معالق زبدة و4 معالق زيت، ونعجن بقى العجينة دي كلها كويس مع بعضيها لحد ما نلمها كلها. الدقيق اللي اتلم كله معانا. طبعا انا هحتاج برضو ندعة مية دي، انا حطيت حبة مية اهو، عشان الدقيق بتاعي من النوع اللي هو بيشرب مية اهوت. نبدأ نعجن في العجين لحد ما نلاقي الدقيق كله اتلم معانا. بحط مية ندعة بندعة، ما بحطش كله مع بعضه مرة واحدة، عشان خاطر من العجينة مش تسيب منك، ولو سابت بنحط لها حبة دقيق، يعني العلاج في ايدينا. بنحط لها حبة دقيق وبتظبط ان شاء الله معاكي، مفيش حاجة يعني بتبوظ. هنلم فيها، نعجن ونلم، نعجن ونلم. تمام. خلاص هي كده بدأت خلاص على المرحلة بتاعت ان احنا هنلمها شوية كده، ونروح ايه سايبينها تخمر. بص العجينة طرية معايا، عاملة زي الملبن، طرية جدا 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 اهي، طرية جدا. هنغطي عليها بقى، نحطها نقلها في طبق صغير، وهسيبها تخمر مع حضراتكم. سيبها تخمر ساعتين، طبعا في الشتا دي تنفيتها حلو، وسيبيها تخمر. بعد ما خمرت هي ما شاء الله، الخميرة بتاعتي طلعت مظبوطة يعني الحمد لله. هنبدأ بقى ان احنا نقطعها كور صغنونة، يعني كرة قد الليمونة كده او اكبر من الليمونة سنة. نبدأ كور. ان شاء الله يا حبايبي لو عملتوا الطريقة دي والله ما هتبطلوا عمايلها. طريقة سهلة وجميلة، وتغنيك عن ان انت تشتري من الفران، يعني معمولة ازاي. دي حاجة معمولة في البيت صحية لولادك، حتى لو عاملاها بمية برضو اسمها ايه، عاملاها في البيت. عارفة الطبق اللي انت عاجنة فيه ايه، غسلاه كده يعني. هنخلص كمية العجينة كلها.
تمام. بعد ما خلصنا من كمية العجين كلها، نبدأ بقى نجيب الحشو والرشة بتاعة الوش. هنا ده اللي هنحطه على الوش مقدار ربع كوباية سمسم، وعليها ربع كوباية سكر. نبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض. السكر بيساعد في ان السمسم يمسك في القرص، وفي النار كده بتسيح، بتبقى عاملة زي المرمل، بتبقى طعمها حلو يعني. وهنا الحشوة بتاعتنا مقدار 5 معالق سكر، وعليهم معلقة قرفة. نقلبهم كويس. تمام زي الفل. نبدأ بقى نجيب العجينة اللي احنا كورناها. نبدأ بأول كرة احنا عملناها. ليه؟ عشان ديت بتبقى اكتر واحدة استريحت. هنبدأ بيها. نبدأ نفرد العجين كده. نحط في النص، هي معلقة كده. لمي. والحتة اللي انت لميتيها دي بتبقى في الصينية من تحت، لان لو عملتيها وعلى وشها السمسم وسبتيها تخمر بتبقى تتفتح وهتلاقيها مش مظبوطة معاكي. الحتة اللي اتلمت ديت بنحطها في الصينية من تحت. عملكوا كمان واحدة. اهي بنلمها اهيت. مم. طبعا لو انت مش عندك القرفة ممكن تحشيها بسكر بس. ما عندكيش مش عايزة تحشيها خالص، في ناس بيحبوها من غير حشو، ممكن تعملها من غير حشو. بتبقى برضو جميلة وجميلة جميل. انا عندي هنا العيال بيحبوها بالقرفة، فبعملها بالقرفة، وانا كمان صراحة بحبها بالقرفة، بعملها بالقرفة. عندك عجوة، عندك تمر، ممكن ان انت تحشي بيه سادة تمشي برضو. كده خلاص احنا بدأنا ان احنا نخلص الكمية. طبعا بنسيبها بعد ما نخلص خالص، بنسيبها تخمر كمان مرة لمدة نص ساعة كده. بعد كده بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 200. بنحطه على الرف التحتاني لحد ما تاخد اللون بتاعها، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. شفت الجمال؟ ما شاء الله طلع تحفة. وداعا للأفران. يلا بقى يا حبايبي، يا ريت لايك واشتراك، وبألف هنا وشفا ليكم. مع السلامة، باي باي.